ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ حلقه النهارده هي حلقه فانتسي، حلقه بكل بساطه جاي اقول لك فيها لو انت بتعمل وايلد كارد او بتفكر في وايلد كارد، فالفريق الجديد بتاعك بعد ما تفعل وايلد كارد المفروض يكون واحد من الثلاثه دول. هستعرض معاك النهارده الثلاث تشكيلات مختلفه، حاولت اطبق في كل تشكيله فيهم فكر مختلف بحيث ان هي تناسب كل الناس اللي بتتفرج عليا، ولكن في نفس الوقت طبعا ده رايي انا، وكل الحاجات دي على انطباعاتي انا في اول ثلاث جولات ايه اللي حصل، توقعاتي للجولات اللي جايه ايه اللي هيحصل. فعشان كده برضو ممكن تلاقيني في حاجات تانية متمسك باراء معينه. كمان بعد الانترو على طول هقول لك مركزي الكام دلوقتي على العالم، ادي شاوت اوت سريع لاول ثلاثه موجودين في الدوري بتاعنا حتى الان، اللي انتوا دايما بتقعدوا تسالوني على الكود بتاعه. والله العظيم يا جماعه ببقى حاطط اللينك بتاعه في اول كومنت، بس ما علينا يعني عشان اسهلها عليكم اهو موجود هنا على الشاشه. انا قلت اللينك هيبقى اسهل تدوس عليه وتدخل، بس هحط لك الكود هنا ادخل الدوري بتاعنا. وما تنساش كالعاده اللايك والشير والسبسكرايب، وتفتكر النهارده اليوم ال 59 في تحدي ال 100 يوم، تحدي اللي بكل بساطه بننزل فيه كل يوم فيديو على القناه عشان نشوف بعد نهايه المده وصلنا لكام مشترك على اليوتيوب. كمان دلوقتي تقدر انت تدعم القناه وتبقى واحد من منتجين البرنامج بان انت تدوس على زرار الجوين اللي بيبقى موجود جنب زرار السبسكرايب، او لو انت بتتفرج على الموبايل فمش هتلاقي الزرار، فهتلاقي برده في الديسكربشن اللينك اللي ممكن تدوس عليه وتدخل وتدعم. واحب هنا اشكر عمرو بدر اللي في وقت تصوير الحلقه دي هو الممبر الوحيد اللي في القناه حتى الان، فاحب اشكره جدا. طيب يلا بينا يلا بينا. طيب بعد اول ثلاث جولات البدايه بتاعتي يا جماعه ولا اروع، ده اعلى رانك اوصل له في حياتي، عمري في حياتي ما وصلت لرانك ده قبل كده. حاليا في اكتر من 10 مليون بني ادم بيلعب الفانتسي، والرانك بتاعي بكل فخر رغم ان هو لسه بدري جدا جدا جدا، الرانك بتاعي حاليا هو 23738. اما في الدوري بتاعنا ففي اكتر من 40000 واحد موجود في الدوري، والرانك بتاعي هو ال 161. ولكن لازم ادي شاوت اوت للتوب 3 اللي موجودين معانا. مهاب انور اللي في المركز الثالث معانا في الدوري واوفر هو المركز ال 75 حتى الان جايب 292 نقطة. أحمد سيد المركز الثاني معانا في الدوري والمركز 62 عالميا وحتى الان جايب 293 نقطة. أما في المركز الأول معانا في الدوري فهو عبد الله عمار اللي جايب 297 نقطة حتى الان، ومركزه على العالم هو ال 24. وزي ما قلت لكم قبل كده فإحنا عندنا 8 لعيبة موجودين في الدوري بتاعنا في أول 1000 على العالم في نفس الوقت، فمبسوط لهم جدا، وإن شاء الله كمان نكتر من عدد الناس اللي بيدخلوا في أول 1000 على العالم. طيب نروح بقى لتشكيلات مختلفه لو انت بتعمل الوايلد كارد. وبالنسبه لي في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، انا بصور الحلقه دي في بدايه الانترناشونال بريك، فممكن مع الماتشات الوديه مع الماتشات الرسميه كل الحاجات دي ممكن يحصل شويه اصابات، ممكن يطلع حاجات ما كناش عارفين ان هي هتحصل، فممكن الكلام ده يتغير على قبل الديدلاين على طول. وعشان كده هبقى بعمل لكم حلقه تانية قبل الديدلاين اللي بنتكلم فيها عن النصايح، وبعدين قبل الديدلاين على طول قبلها بساعه بنطلع لايف على يوتيوب، فهيبقى في حاجات كتير قوي بحيث ان احنا نقدر ان احنا نغير كلامنا لو في اي معطيات اتغيرت برضه. لكن تعالى ما نضيعش وقت اكتر من كده وندخل على الفريق الاول اللي هتلاقيه قدامك دلوقتي حالا على الشاشه. حاطط في حراسه المرمى سيلز، الحارس الاحتياطي هو فابيانسكي. هتشوف ان فابيانسكي محطوط في كل التشكيلات بتاعتي تقريبا. حارس ب 4 مليون، مش عارفين لسه اريولا اصابته هتطول ولا لا، ممكن يرجع على طول وفابيانسكي ما يلعبش تاني. لكن بكل بساطه لو انت ما تعرفش فاريولا في الماتش بتاع السيتي قبل الانترناشونال بريك على طول طلع ما بين الشوطين بحجه الاصابه، وفابيانسكي هو اللي لعب الشوط الثاني. فابيانسكي هو حتى الان الحارس الوحيد اللي ب 4 مليون اللي شكله كده هيلعب، الا طبعا لو اريولا رجع من الاصابه ورجع تاني هو اساسي. لكن كده كده انا مش منتظر من الحارس ال 4 مليون بتاعي ده يلعب، بس طالما بعمل وايلد كارد تعالى غيره، تعالى لاعب معايا فابيانسكي. لو في معجزه ما بقى اساسي تمام هقعد اعمل مدوره ما بينه وما بين الحارس الاساسي بتاعي، لكن لو ما بيلعبش خلاص مش هخسر اي حاجه. على الجانب الثاني سيلز عنده ماتش صعب قدام ليفربول بعد الانترناشونال بريك على طول، لكن بعد كده هيبقى عندهم ماتشات سهله. نوتنغهام فورست حتى الان ما دخلش فيه غير جونين تقريبا في الدوري، طلع في ماتش بكلين شيت، ونوتنغهام فورست مع نونو سانتوس بيدافع بشكل كبير، فعندي امل ان هم ممكن يطلعوا بكلين شيتس لما ماتشاتهم تتحسن. كمان في الدفاع حاطط معايا روبنسون اللي هو اصلا كده كده كان معايا في الفريق، مش عايز ابيعه لان انا شايف ان ماتشاتهم لسه الكويسه مكمله، وهو بسعر 4.5 مليون. ممكن في اي وقت بعد كده لما احس ان هو ما بقاش يجيب ريتيرنز، ما بقاش ينفع قوي، ممكن ابدله اروح اجيب دانك، ممكن اروح اجيب اي حد تاني. في المدافعين بسعر 4 مليون فحاطط معايا جريفز، اكتر لعيب ب 4 مليون حاسس ان هو اساسي اكيد هيلعب، فعشان كده جبته وحطيته معايا. بس برضه ما اعتقدش ان هو هيلعب بالنسبه لي، 99% من الوقت هيبقى قاعد على الدكه ومش منتظر منه حاجه قوي. نروح بقى للدبل اب الدفاع اللي حاطط ما بين ارنولد وروبرتسون. انا عايز استغل طالما بعمل وايلد كارد دلوقتي، انا عايز استغل الماتشين اللي جايين اللي هم بيلعبوا فيهم ليفربول، بيلعبوا نوتنغهام فورست هوم وبعد كده بورنموث هوم، ماتشين بكل سهوله يقدروا يطلعوا بكلين شيتس، وفي نفس الوقت ارنولد وروبرتسون ممكن يجيبوا اتاك ريتيرنز بكل سهوله، ارقامهم الهجوميه حلوه جدا. وبعدين حته الدبل اب دي مش هتطول معايا كتير لان بعد الجوله الخامسه هبقى عايز اجيب حد من دفاع ارسنال لو ماتشاتهم طبعا تبقى احسن بشكل كبير، فممكن ساعتها هبقى ابيع روبرتسون واجيب جابرييل او صليبا او اي حد تاني بقى حسب ساعتها ايه النظام. لكن من ناحيه ارنولد فاعتقد هو هيكمل معايا فتره قدام، الا طبعا لو حصل اصابه
النقط، او لما تدخل ماتشات الشامبيونز ليج لقينا الموضوع اتغير، بقينا نشوف مثلا لعيبه بتقعد على الدكه في الدوري عشان تلعب في الشامبيونز ليج، هنبقى برضو نشوف. اما اخر واحد معانا فهو بيدرو بورو. انا مقتنع جدا جدا بيه. انا عارف ان هو ما جابش نقط كتير بعد، او يعني اول جوله جاب جون وجاب نقط، ولكن بعديها ما جابش نقط، فانا متفهم الناس بدات تتضايق منه، ولكن ما زالت ارقامه كويسه جدا. حاسس ان الماتش الثالث ده كان مش محظوظ خالص قدام نيوكاسل ان هو يجيب جون او يعمل اسيست، فلسه هيكمل معايا شويه. وتاني لو لقيت ان هو بعد كده ما بقيتش مقتنع بيه، بقيت عايز ابيعه، ممكن اروح ابيعه باي حد تاني. في نص الملعب بقى حاطط معايا بوين. حبيت اغير شويه، حسيت ان هو في اول 3 ماتشات كانت ماتشاتهم صعبه بس جاب جون قدام كريستال بالاس قوي، وبعد كده جاب اسيست قدام مانشستر سيتي، وماتشاتهم اللي جايه هتبدا تتحسن بشكل كبير. فحسيت طب ليه لا، ما تعالوا نجيب بوين. وبوين لعيب بروفن في البريمير ليج، عنده خبرات كبيره في البريمير ليج، ياما جاب لنا نقط في البريمير ليج، فمش قلقان قوي من الريسك ده وان انا اروح اجيبه. ولكن برده سعره 7.5 مليون، فده برده بيتيح لي الفرصه ان انا ممكن ابقى يا اما اطلع لو بقى معايا فلوس في البنك اطلع لاي حد تاني اعلى، او ارخص واروح اجيب اي حد تاني في سعر 6 مليون 5.5 مليون لو لقيت اوبشن كويس ولقيت بون مش مادي لي الاداء اللي انا كنت منتظره منه. وهتشوفوا حتى في الفريق الثاني والفريق الثالث ما كانش معايا، وهتشوفوا ازاي وزعت الفلوس بتاعته بشكل افضل. كمان سميث رو مكمل معايا. بصراحه مش معجب قوي بسميث رو بعد اول 3 جولات، مش زي روبنسون. يعني روبنسون شفت منه اماره تخليني عايز اكمل معاه، لكن بصراحه سميث رو شفت منه جون في الجوله الثانيه بس الجوله الاولى والجوله الثالثه ما كنتش مبسوط منه خالص. لكن الماتش اللي جاي عنده ويست هام هوم، وبعد كده في الجوله الثالثه تقريبا عنده ماتش قدام نوتنغهام فورست. حتى الماتش الثاني والله هم بيلعبوا نيوكاسل مش ماتش سهل، بس ممكن يعني يجيبوا حاجه، يجيب جون ولا اسيست ولا حاجه. اللي مصبرني عليه ان هو سعره 5.5 مليون بس، لكن احتمال قريب جدا 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 الاقي نفسي مثلا بدل سميث رو اقول لك لا نجيب منتي. بس انا زي ما انت شايف انا حاطط خواو بيدرو كمهاجم، فمش عارف برضو لو برايتن كده اوفر ولا لا، فلسه ما فكرت، لسه ما حسمتهاش في دماغي. بس لو انا بعمل وايلد كارد غالبا سميث رو هيبقى علامه استفهام اكبر، ما لو انا ما بعملش وايلد كارد زي في حالتي مثلا ومضطر ان انا اكمل بسميث رو، مش مستاهل ان انا اضيع تغيير عليه. ولكن لو بعمل وايلد كارد متفهمها جدا، ويمكن اكتر واحد بسعر 5.5 مليون اللي انا مقتنع بيه هو منتي من برايتون. طبعا جايب معايا روجرز اول 3 جولات كونسيستنت بشكل كبير جدا كل جوله يجيب نقطتين، بس ارقامه حلوه، ارقامه حلوه، وحاسس ان انا ممكن اكون انا وش السعد عليه. اول ما انا اروح اجيبه معايا في فرقتي لان هو مش معايا، اول ما انا اروح اجيبه هيبدا بقى يجيب نقط وبتاع. فعنده الماتش اللي جاي ماتش حلو جدا قدام ايفرتون هوم، كمان الفريق الاوحش في اول 3 جولات في الدوري بصراحه بالنسبه لي. فممكن دي تكون الانفجاره بتاعته، وبسعر 5.1 مليون دلوقتي ما بقاش ب 5 مليون. حاسس ان هو برده يعني لو ريسك، يعني لو انت مش صارف فيه كتير عشان تبقى متضايق. طبعا حاطط معايا وينكس برده لعيب في نص الملعب مش هيلعب بشكل كبير، وبعدين جايب معايا صلاح. زي ما انت شايف التشكيله دي وكل التشكيلات اللي معانا النهارده، لو انت بتعمل وايلد كارد دلوقتي فانت عشان تدخل معاك صلاح وهالاند في الفريق، بالذات صلاح اللي عنده ماتشين خرافيين في الانفيلد، الماتشين اللي جايين اللي هم قدام نوتنغهام فورست وقدام بورنموث هوم زي ما قلت لك. وحاسس بالفريق ده بالتيم 1 ده، فكره ان انت معاك ارنولد وروبرتسون وصلاح في الانفيلد قدام فرقتين نوعا ما سهلين بالشكل ده، ممكن يبقى اوبشنز جامده جدا جدا جدا. والثلاثه دول اعتقد نسبه ملكيتهم الناس تبقى عندها الثلاثه دول في نفس الوقت نسبه قليله جدا، فعشان كده جايب معايا صلاح. ولكن اعتقد الحيره الكبيره جدا بالنسبه لي لو فعلا انا مثلا بعمل وايلد كارد ومعايا التيم 1 ده، هكابتن مين، صلاح ولا هالاند في الجوله الرابعه؟ لان هالاند برده عنده ماتش في الاتحاد قدام برنتفورد، وصلاح عنده ماتش قدام نوتنغهام فورست في الانفيلد. حيره كبيره جدا لو انا رايح اجيب صلاح سواء بترانسفير او بوايلد كارد او اي حاجه عشان اكابتنه، لكن في نفس الوقت عندي سفاح تاني اسمه ايرلينج هالاند، فهتبقى حيره كبيره جدا. ولكن مش عايزين نتكلم على الكابتنه دلوقتي، عايزين بس نشوف الفريق بتاعنا هيبقى شكله عامل ازاي لو بنعمل وايلد كارد. وممكن بقى لو انت فعلا فعلت الوايلد كارد يبقى في لايف الديدلاين نتكلم عن الكابتن. في المهاجمين معانا خواو بيدرو، معانا ايرلينج هالاند، معانا ايزاك مكمل معايا بس لغايه الجوله الخامسه، يعني هديله فرصه في الماتشين اللي جايين هم قدام فولهام وقدام وولفز، او وولفز وبعدين فولهام. وبعد كده بعد الجوله الخامسه مهما كان ايزاك متالق ولا لا، ايا كان شكله عامل ازاي، غالبا هبيع واجيب معايا هافرتس، لان زي ما انتم شايفين الفريق ده ما فيهوش ساكا. فغالبا من بعد الجوله الخامسه هبقى ببيع روبرتسون، اجيب مدافع من ارسنال، واكون ببيع ايزاك واجيب هافرتس معايا، بحيث ان هم يامنوني دفاعيا وهجوميا من ارسنال. هالاند طبعا كده كده مكمل معايا مش محتاج اتكلم ليه. وخواو بيدرو ماتشين حلوين جدا برضو على الورق، زي ما انا بقول لك بيلعبوا ابسويتش تاون ونوتنغهام فورست في الماتشين اللي جايين. خواو بيدرو بيلعب 90 دقيقه كامله، بيكمل لغايه النهايه، بيقدر يجيب لك نقط، مش لعيب اكسبلوسيف حتى الان ما جاتلوش ضربات جزاء عشان نتاكد لو هو فعلا بيشوط ضربات جزاء ولا لا في برايتون. ولكن من اللي احنا عارفينه فهو بنسبه كبيره هو اللي بيشوط ضربات الجزاء بنسبه كبيره جدا بسعره القليل ده، بفكره ان هو بيلعب 90 دقيقه هيبقى اوبشن. البرايس بتاعه عمال يزيد كل شويه، احنا عارفين بدا الموسم ب 5.5 مليون، دلوقتي سعره وصل ل 5.7 مليون. بصراحه انا لو بعمل وايلد كارد الحق انط عليه اجيبه دلوقتي، وبعدين لو حاسس ان هو بدا يقعد على الدكه، بدات عناصر تانية تلعب دقايق اكتر منه بتاع، ممكن ابقى ابيعه، بس اشك ان ده
ده هيحصل اصلا. طيب نروح على الفريق الثاني بقى اللي معانا النهارده، وهو زي ما انتم شايفين الموضوع مختلف شويه. انا المره دي جاي بوب معايا كحارس مرمى، صارف في حراسه المرمى 5 مليون بدل 4.5 في سيلز. حاسس نيوكاسل دفاعيا مضمون اكتر، يعني هم ما طلعوش حتى الان في اول 3 جولات غير اول ماتش خالص طلع فيه بكلين شيت، ولكن عموما بحس ان بوب على في اللونج تيرم ممكن يضمن لي كلين شيتس اكتر من الحراس اللي ب 4.5 مليون. في نفس الوقت برده في الدفاع مفيش تغيير كبير، يعني هتلاقي مثلا الدفاع كله زي الفريق الاولاني، الا مثلا روبرتسون بدلته بكونسا، حطيت كونسا معايا في كمدافع من استون فيلا. كنت ممكن احط مارتينيز في حراسه المرمى واحط مدافع من نيوكاسل بداله، ممكن تعمل كده او كده، يعني مثلا ممكن تحط مارتينيز معاك ومدافع ليفرمنتو مثلا من نيوكاسل، او تحط بوب هو الحارس وتحط معاك مدافع من استون فيلا اللي هو كونسا. انا قررت في الاخر اروح مع كونسا لان مقتنع بيه بشكل اكبر، ولكن رخصت من روبرتسون عشان اعلي في الهجوم زي ما انت شايف، واروح اجيب واحد زي واتكنز. زي ما انا بقول لك ماتش قدام ايفرتون هوم ماتش حلو جدا، حتى بعديها هيلعبوا وولفز تقريبا، وبعد كده هيلعبوا ابسويتش تاون، بعد كده مانشستر يونايتد، بعد كده فولهام، كلها ماتشات يقدر واتكنز يجيب فيهم اجوان. حتى الان في اول 3 جولات الفورمه بتاعته ما كانتش احسن حاجه، بس دايما اقعد افكركم يا جماعه اللعيب ده ما عملش اي بري سيزون خالص، فممكن ما يكونش لسه دخل في الاجواء، وممكن الموضوع يتطور الفتره اللي جايه، بالذات في فتره الانترناشونال بريك دي. مش متاكد بصراحه لو هو راح مع انجلترا المنتخب ولا لا، ولكن ايا كان يعني ما اعتقدش ان هو حتى لو راح مع المنتخب هيلعب اساسي، فبنسبه كبيره جدا هيكون مرتاح في الانترناشونال بريك، وهيقدر ان هو بعد الانترناشونال بريك بقى يرجع ويبقى سخن جدا ويتالق، وماتشاته سهله ممكن تديله الثقه ان هو يجيب جون ولا اسيست ولا حاجه، النقط تقعد تكر بقى. الاختلافات برده في نص الملعب هتلاقي ان انا رايح اجيب معايا لويس دياز، لان برده زي ما بقول لك ماتشات ليفربول حلوه جدا، فلو مش رايح اجيب مدافعين من ليفربول اللي هم ارنولد وروبرتسون، فقررت ان انا اروح اجيب بدل معايا بون مثلا، اروح اجيب واحد زي لويس دياز المتالق بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت برده لو عايز اجيب حد من ويست هام بدل بون، رحت جبت معايا سوتشيك، لان مش محتاج اجيب روجرز لان معايا واتكنز، فحسيت ان انا وزعت الفريق بشكل اكبر، لسه مكفر كل الفرق اللي عندها ماتشات كويسه او الفرق اللي انا متوقع ان تتالق بعد الانترناشونال بريك، ولكن في نفس الوقت برضو غيرت بعض العناصر شويه عشان تحس ان في فرق ما بين الفريق الاولاني والفريق الثاني، وتختار بقى انت بالنسبه لك تحب انهي تفكير اكتر. تاني الفريق ده نفس الكومنت بالنسبه لي، ممكن برضو بشكل الفريق ده لو عايز حاجه غيرها دلوقتي وانا عمال افكر فيها، ممكن ابيع سميث رو واجيب معايا منتي، بحيث ان انت برضو يبقى خلاص روبنسون كفايه من فولهام، وفولهام اساسا فريق اضعف شويه من برايتون، فلو هدبل اب من فرقه ما بينهم لا ادبل اب من برايتون ويبقى معايا خواو بيدرو ومنتي. ولكن الفريق ده عاجبني بصراحه، عاجبني، والفريق ده شكله كده ينبئ ان احنا ممكن نشوف نقط الفتره اللي جايه منه. كالعاده معايا صلاح وهالاند، اللي زي ما بقول لك كل الفرق اللي معانا النهارده فيها صلاح وهالاند. نروح بقى للفريق الثالث اللي هتلاقيه ان هو اضعف شويه، لان مفيش تغييرات كتير، بس قررت ان انا اجرب بقى تشكيله فيها صلاح وهالاند وبالمر، واخلي معايا ارنولد لان انا مش عايز ابيع ارنولد، فبالتالي طبعا ما قدرتش انقصر في اماكن كتير. بس يمكن اكبر تغيير ان انا رخصت من واتكنز لغايه وود، اللي زي ما بقول لكم عنده ماتش صعب قدام ليفربول، ممكن ما يجيبش ريتيرن، ولكن بعديها عنده ماتشات قدام برايتون، فولهام، تشيلسي، كريستال بالاس، كلها ماتشات ممكن يجيب فيها جوان. وفكره ان هم ما راحوش جابوا سترايكر، فكره ان هم ما راحوش يجيبوا نكيتيا في اخر لحظه، فوود بنسبه كبيره جدا هيفضل مكمل اساسي، وممكن نشوف منه نقط الفتره اللي جايه. كمان هتشوف ان انا برضو لسه عايز اكفر اب من استون فيلا، فجايب معايا كونسا وجايب معايا روجرز، بحيث ان هم ارخص 2 تقريبا ممكن اروح اجيبهم من الفرقه دي. وفي نفس الوقت برضو عايز اجيب حد من ويست هام، فرحت جبت معايا سوتشيك اللي ارقامه كويسه جدا في اول 3 جولات. ولكن الميزه الكبيره جدا طبعا ان احنا معانا في التشكيله دي زي ما بقول لك معانا ارنولد، مستمرين على بيدرو بورو، مستمرين على صلاح، مستمرين على بالمر، مستمرين على هالاند، كل الناس دي معانا. الفرقه دي مشكلتها ان احنا هيبقى حاطين املنا كلنا على البريميومز اللي حتى الان في البريمير ليج اعتقد ان هم بعد اول 3 جولات ما خذلوناش، متالقين بشكل كبير جدا. حتى ارنولد اللي ما بيجيبش اتاكينج ريتيرنز، ولكن لو قلت لي ان هو في اول 3 جولات هيجيب لي 20 نقطه كنت هبقى فرحان، تمام. 20 نقطه من مدافع ب 7 مليون، انا مش عايز اكتر من كده. دلوقتي انا بعد ما شفت ان هو في اول 3 جولات دول كان ممكن يجيب اكتر، فمتضايق شويه. ولكن لو قلت لي في بدايه الدوري انا هبدا بارنولد وهيضمن لي 20 نقطه في اول 3 جولات، تقول تقريبا يعني بمعدل 7 نقط كل ماتش، مبسوط. اتضايق ليه؟ فدول الثلاث فرق حسيت ان هم دول اكتر 3 فرق انا مقتنع بيهم، وانا حاسس ان هم ممكن يفيدوك انت في الفانتسي. ولكن طبعا مهتم جدا اعرف اسئلتك تحت في الكومنتات، اقتراحاتك تحت في الكومنتات، لو انت بتعمل وايلد كارد او لو بتقترح على ناس بتعمل وايلد كارد، ايه اللعيبه اللي انا ما ذكرتهاش في الحلقه دي حاسس ان هم لا لازم يكونوا في فرقكم يا جماعه. عارف ان في الثلاث فرق دول ما فيهمش اي حد من
ارسنال تقريبا، ولكن زي ما انا شرحت لك، ولكن انا مظبط الفرق بحيث ان اقدر ان انا اجيب لعيبه ارسنال او على الاقل واحد منهم بعد الجوله الخامسه. انا حاطط الموضوع في دماغي، لو انا بفعل وايلد كارد مش محتاج ان انا ادخل بلعيبه ارسنال، عادي انظم بس الفريق بتاعي بشكل يخليني بعد الجوله الخامسه اروح اجيب ناس منهم. بس زي ما بقول لك مهتم جدا اعرف رايك تحت في الكومنتات، قول لي اكتر فريق من الثلاثه عجبك، وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتنتسب في القناه لو لسه ما انتسبتش. وشكرا جدا تاني لعمرو بدر المنتسب الوحيد اللي في القناه حتى الان، وشكرا جدا ليك على المتابعه. اشوفك الحلقه اللي جايه، يلا سلام.